في نفس الوقت الشخص المناسب ليك بيتظبط هو كمان علشان تقابله وتكملوا مع بعض. كل حاجة بتحصل علشان توصلك للأحسن، بس لازم تصبر وتفهم الرسالة اللي بيقولها لك كل موقف. الجزء الثاني الانفصال والناس السلبية ليها حكم. لو اتعرفت على حد وفي الآخر انفصلته ما تقولش أنا خسرت، لا، ده حصل علشان تعرف قيمة نفسك. انت تستاهل حد يحبك بجد ويبقى في تناغم بينكم. الانفصال ده زي درس بيقول لك انت تستاهل تعيش مبسوط مش مضغوط ولا زعلان. وكمان الناس اللي بتعبطك وبتقول لك كلام يقلل منك برضه موجودين لسبب، عشان تتعلم تثق في نفسك ويبقى عندك مناعة من الكلام السلبي. اصل اللي بيحبطك ده مش رسول، ده بني ادم عادي يعني. زي ما في ناس هتشجعك برضه في ناس هتحبطك. هي دي الحياة، ولا انت مش عايش معانا في الكوكب؟ دايما خد الايجابي وطنش السلبي. ولو انت حساس فدي حاجة ما تعبكش، بس لازم تستغلها صح علشان تفيدك في شغلك وكمان تزود علاقات. الجزء الثالث واكيد هيبقى الفلوس والعلاقات والضغط، صح؟ طب ازاي بقى اتعامل معاهم؟ لو فلوسك مش كتير دلوقتي فما تقولش ان الدنيا ظلماء، ده حصل علشان تتحرك، تتعلم مهارات جديدة، تقرأ، تطور نفسك. مفيش عذر للجهل او للفقر، دير في دماغنا.